يكون معاك. تحفة. تحفة فنية. ازيك يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فكرة فيديو النهاردة وهي بعد ما نجحنا في طريقة او يعني ناس كتير بعتت لي وقالت لي ان الكريب كان حلو وبتاع الحمد لله. لو انت مش شفتش فيديو الكريب خش شوفه وبعد كده تعالى كمل الفيديو ده، هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الوصف او في اول كومنت. فحبيت ان انا اعمل لكم الجزء الثاني، والجزء الثاني النهارده عبارة عن انت ازاي تعمل بيتزا المطاعم من البيت. طبعا ده لو نجح برضه هنعمل جزء ثالث وهيبقى ازاي تعمل بيتزا ايطالي من البيت، بس ان شاء الله دي تنجح. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. اول حاجه معانا 3 كوبايات دي. الخطوه اللي كده معانا معلقه لبن بودره. بعد كده معانا معلقه ملح. بعد كده معانا معلقه سكر. طبعا انا مش عارف ازاي انا ما حطيتش خميره، بس طبعا انا زودت خميره. بعد كده معلقه خميره طبعا معانا، فعشان انتوا تزودوا معلقه خميره. انا مش عارف ازاي انا سقطتها يعني. نص كوبايه ميه مع نص كوبايه لبن مع حته زبده، نحطهم كلهم مع بعض على النار. الزبده تسيح واللبن والميه كده يغلوا مع بعض، وبعد كده نحطهم على واحده حبه حبه على المرحله اللي احنا عملناها دي. وعلى ما اللبن يغلي يلا بينا نحط مع بعض شويه زعتر كده. وبعد كده نحط حبة بيكنج باودر. وبعد كده نبدأ نقلب البهارات دي مع بعضها. وبعد كده نبدأ مع بعض نحط حبة حبة على الدقيق، مش كل مرة واحدة يعني، نحط حبة زي ما انت شايف كده حضرتك. وبعد كده تبدأ نبدأ نقلب مع بعض. وبعد ما تقلب شوية حلوين نبدأ مع بعض نحط باقي المحلول بتاعنا اللي هو الزبدة واللبن والمية. وبعد كده تبدأ تقلب لحد ما تلم معاك. هنا بدأت تلموا مع بعض اهي. طبعا بتبدأ تقلب ومع بعض لحد ما تظبط خالص يعني، لحد ما انت تيجي تمسك العجينة تلاقيها ما بتتقطعش منك. وبعد ما لمت معاك يا باشا تبدأ تسيبها معاك لمدة 30 دقيقة تخمر. وبعد كده نرجع نشوف هنقسطها ازاي ونشكلها ازاي مع بعض. ودي شكلها اهو بعد ما تخمر. تبدأ تلمها مع بعض كده اهو زي ما انت شايف. نبدأ تلم لحد ما تظبط معاك. وبعد كده مع بعض انا هقسمها على حتتين. تمام، قسمتها على 2 ونبدأ نشكلها مع بعض. نعملها زي دايرة كده زي ما انت حضرتك شايف كده. طبعا انا دلوقتي جبت صينية ابدأ ان انا افرد العجينة على ظهرها. ودلوقتي طبعا ببدأ احط دقيق على العجينة وتحت وعلى الصينية وكده، بحيث ان هي برضو تبقى تمام معايا عشان اعرف افردها يعني. نبدأ برضو نحط دقيق اهوت ونبدأ مع بعض نفرد العجينة، نمسكها كده مع بعض فاهم، ونعملها زي نظام ديركسيون كده. تبدأ تفرد مع بعض، تضغط عليها وتفردها، تعملها زي نظام كده البيتزا الإيطالي، بس يعني هي مش بيتزا إيطالي بس نفس النظام يعني. تمام، ونبدأ مع بعض بالعصاية نفرد العجين كده مع بعض. تمام، ونبدأ نحط برضو شوية دقيق على العصاية عشان ما تتزحلقش معانا وما تلزقش في العجينة. تمام، زي ما انت حضرتك شايف كده. بعد كده تبدأ تعملها كنظام مروحة كده بالإيدك كده اهو عشان تبدأ تفرد معاك شوية. تبدأ مع بعض تجيب الصينية بتاعتك وتبدأ تدهن الصينية معاك بالزيت عشان العجينة متلزقش فيها. الخطوة اللي بعد كده نبدأ نجيب العجينة ونحطها مع بعض في الصينية زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده نبدأ نفردها بقى في الصينية زي ما حضراتكم شايفين بالطريقة دي كده. تمام،
طبعا البيتزا بتاعتنا احنا هنعملها بحرف، فعشان كده نبدأ مع بعض نعمل الحروف بتاعتنا زي ما حضرتك شايف كده. نبدأ مع بعض نشكل الحرف بتاعنا. نبدأ مع بعض نعمل البيتزا بتاعتنا. طبعا البيتزا بتاعتنا هنعملها مارجريتا، فطبعا أول حاجة في المارجريتا نبدأ نحط مع بعض الصلصة بتاعتنا ونبدأ نوزعها كده على البيتزا كلها. طبعا نبدأ مع بعض نخرم البيتزا عشان تطلع كلها سوية، يعني عشان ما تطلعش فقاقيع كده معانا زي بعد ما تطلع من الفرن. نبدأ نخرمها كلها زي ما حضراتكم شايفين كده. وما بقى اننا نعمل مارجريتا، فطبعا الاساس معانا الجبن طبعا معانا النهارده هتبقى جبنه رومي وجبنه موتزاريلا. فنبدا نحط الجبنه الرومي مع بعض. طبعا انت عايز تبشرها او تقطعها صغيره بالسكاكين او تقطعها زي ما انا بقطعها كده، يعني عادي زي ما حضرتك عاوز. تمام. بعد كده توزع مع بعض الجبنه الموتزاريلا على بقيه البيتزا معاك. ودي طبعا شكل البيتزا النهائي بتاعتنا اهي. نفس الخطوات نبدأ نعملها في البيتزا التانية كمان. وهنا بقى حبيت اعمل تركايه واحط زيتون، يعني عشان ما يبقوش الاتنين زي بعض. وده كان شكلها النهائي، ويلا بينا نحطهم في الفرن، وبعد الفرن ندوق العمايل الجميله ديت. فيلا بينا. يلا بينا ندوق بقى البيتزا بعد ما اتعملت، ويلا بينا نشوف طعمها ايه. شكلها ايه؟ تعالى كل معايا. شكلها ايه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا. تحفة. تحفة فنية. سيبونا نكمل معاها ويلا بينا نقفل الفيديو. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. طبعا لو انت عندك اي وصفه او ترند او تحدي اعملها الفيديو الجاي، اكتب لي تحت في الكومنتات عشان اعملها باذن الله. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.